السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا يا جماعه هنعمل فيه حاجه تحفه جميله. هتبطلي تشتريها من بره. انت لو عملتيها في البيت وجربتيها هتبطلي ان انت تشتريها من بره. مش هتاخد معاكي وقت، مقاديرها موجوده عندك في البيت. ايه هو ايه هو ايه هو اللي هنعمله النهارده؟ هنعمل النهارده بقسماط. هنعمل البقسماط بالسمسم، بقسماط اسمه ايه، بحبة البركة. وانا عاملة لنفسي كام واحدة كده بالكمون وبالملح. طيب دلوقتي بصوا، هو ده شكل البقسماط بتاعنا. دي شكل بقسماطة من تحت وده شكل بقسماطة من فوق. بصوا، سامعين الصوت؟ بصوا، مفرغ من جوه، مش مكتوم ولا اي حاجة. خلاص، يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا النهاردة ايه. يلا بسرعة نبدأ ونشوف المقادير ونخش على الفيديو. يلا بينا نخش على المقادير على طول. انا معايا هنا نص كوباية زيت على سمنة، ومعايا كوباية مية، ومعايا هنا دي معلقه خميره كبيره اللي هي المعلقه دي، وحط عليها معلقه سكر ومقلباها كده، ومعايا معلقتين من السكر والذره بتاعه الملح اللي احنا هنحطها على الدقيق. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنقول بسم الله واحط كوبايه الميه اهي. هحط الخميره اللي معايا، سواء خميره اللي انا زي اللي انا عاملاها دي او خميره اللي هي الفوريه عادي، مفيش مشاكل. يلا احط الثلاث معالق السكر اللي معايا، وهحط النص كوبايه الزيت على سمنه. بسم الله. هبدا اقلب بقى، قلبي باي مضرب معاكي، بمعلقه معاكي. يلا انا كده قلبت كويس كده. معايا هنا نص كيلو دقيق. خلاص، هبدا ان انا احط منه. بصوا، انا اتعودت ان انا حتى لو المقدار بتاعي نص كيلو دقيق او كيلو دقيق بحط شويه شويه وهتقلبي، علشان مش كل الدقيق شبه بعضه. هتحطي شويه كده وتقلبي. هحط الذره بتاعت الملح اللي معانا الصغيره دي كده مع الدقيق. بصوا، انا خلاص بقى المرحله دي خلاص خلصت المضرب اللي معايا. يا اما تعملي بايدك يا اما تعملي باي حاجه كده. وبعد كده العجن بتاع الايد ده شويه كده. ماشي، هنفضل نقلب لغايه ما نشوف كميه الدقيق كلها هتتاخد ولا هيتبقى منها شويه. بصوا، هي كده خلاص، مش عايزه دقيق تاني. هو شويه الدقيق اللي اتبقوا معايا ده، هو تقريبا النص كيلو دي بيعمل تقريبا 4 مجات دقيق. فانا حطيت، بصوا هي اخدت مني بتاع 3 كوبايات ونص، ومتبقي بتاع نص بس كوبايه. طيب بصوا، انا هفضل في المرحله دي ان انا الم كده البقسماط اللي معانا دوت. مش عايزين ان احنا نعجنه قوي علشان ما يطلعش معانا ناشف او معضم. خلاص، فانا هبدا كده لمده مثلا ما تقلش عن 10 دقايق. هفضل الم كده بايدي شويه. خلاص كده، خلاص انا خلصت المرحله بتاعه العجن بتاعتي. بصوا، مش لازقه في الطبق اللي انا عاجنه فيه ولا حاجه، والعجينه ذات نفسها طريه وفي نفس الوقت بصوا مش بتلزق في ايدي. خلاص، يبقى كده انا عايزه العجينه كده بالظبط. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هجيب شويه دقيق كده، رشه بس بسيطه اهو كده، وهجيب العجينه بتاعتي. بصوا، اعملها كده. هجيب كيس، اي كيس عندك، وهضغطيها بس لمده 10 دقايق. انا مش التخمير بتاعها هيبقى بعد ما نشكل البقسماط بتاعنا. خلاص 10 دقايق بس كده وانا هرجع لها. يلا بينا، انا كده سبتها 10 دقايق. يلا هنشيل الكيس اللي عليها ده وهنشوف هنعمل ايه. يلا انا معايا سكينه عادي خالص اهو، وهاجي كده بسم الله كده اقطع حته كده. هتاخديها وتفضلي بصي ابرومي كده، اعمليها اللفه اللي هي الرول. خلاص، بس اهم حاجه ان احنا عايزين نخليها كلها مستويه. يعني مش عايزين نخلي جزء تخين وجزء رفيع فيها، كلها تبقى سوا بعضها. ماشي. طب بصوا، انا نسيت اجيب السمسم، ثواني كده. اهم حاجه نسيت اقولها اصلا. بصوا، انا دلوقتي جبت معلقتين سمسم، وهحط عليهم بصوا معلقتين ميه كده، علشان لما اجي احط فيها البقسماطه تلزق على طول. يعني اهم حاجه انا نسيت اقولها كده. هتقلبيها كده. خلاص. طيب معايا كمان هنا شويه من حبه البركه. عايزه تعملي سمسم بس ماشي، حبه البركه ماشي، انا لقيت عندي ده وده يعني. طيب بصوا بقى، البقسماطايه زي ما انت عايزه تخليها رفيعه ماشي، عايزه تخليها تخنيها اتخن شويه عادي. خلاص، هو حسب انت عايزه تعمليها قد ايه. طب انا دلوقتي بصوا اهي دي كده اللي انا عملتها.
هبدا ان انا اعملها كده اهي. بصوا انا بعمل الوش بس، ومعايا صينيه هنا انا دهناها شويه زيت بسيط قوي. خلاص ما بحطش من تحت، انا بحط بس يا دوبك على الوش اللي هو بتاع البقسماط. تعالوا نعمل واحده كمان، يلا بينا هنبدا نعمل واحده كمان كده. نقطع كده، هنبدا نلفها برضو مع بعض كده اهي. هشيلها كده، هعملها في حبه البركه اهي كده، واروح جايه جنب اختها كده واروح احطها. خلاص اهم حاجه ان احنا عايزين نسيب مسافات علشان هو لسه هيخمر تاني عشان ما يلزقش في بعض. طيب انا هامله الصينيه دي وهنرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. كده تمت بحمد الله يا جماعه، وكده انا خلصت التقطيع بتاع البقسماط بتاعي. بصوا زي ما انتم شايفين النص كيلو اللي احنا قلنا عليه، بصوا عملت الكميه دي كلها. ثواني كده. بصوا انا عامله هنا بحبه البركه وهنا بالسمسم دول شويه بقى. انا بحب، بصوا حطيت شويه كمون على شويه ملح، انا بحب البقسماط اللي هو بالكمون قوي، بس ما لقيتش كمون حصى حطيت كمون ناعم عادي. فهي دي الكميه بتاعتنا. بصوا هنا الصواني اللي هي معموله الاول بدات ان هي تخمر والحجم بدا يتضاعف اهو. طيب المفروض ان انا هسيبه او هسويه امتى؟ هنبدا نسويه لما الحجم بتاعه يتضاعف. بصوا دي الصواني المعموله اللي هي الاولانيه بدا الحجم يتضاعف بتاعها، بس انا عايزاه يتضاعف اكتر من كده. طيب بالنسبه للتسويه بتاعته انا بحب الفرن اللي هو الغاز يا جماعه. خلاص لكن عشان انا النهارده الانبوبه بتاعته خلصانه فانا هضطر ان انا اعمله في الفرن اللي هو العادي بتاع البوتاجاز العادي. طب دلوقتي انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره عندي. خلاص بقالي بتاع 10 دقايق كده، وخلاص انا هبدا اشوف الصواني اللي هي بدات تخمر اللي انا عاملاها في الاول وهدخلها الفرن دلوقتي. طيب هو المده بتاعت التسويه يا جماعه مش هتقل عن 25 دقيقه ل 30 دقيقه. خلاص كل 3 دقايق المفروض ان احنا هنجلس الصينيه وهنلفها كده. انا دلوقتي هروح ادخل اول صينيتين خمروا معايا. كده بدأنا نخرج الصواني بتاعتنا من الفرن. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده هو ده شكل البقسماط بتاعنا بعد ما طلع. بصوا سايب كله اهو، خلاص هو خلاص كده برد فسايب من الصينيه اهو. طيب الوقت بتاع التسويه قعد قد ايه؟ اول صينيه خالص قعدت معايا بتاع 30 دقيقه. بعد كده الوقت بدأ يقل لان الفرن بدأ يسخن. طيب عايزين نقول تاني ايه، الشوايه انا شغلتها اول ما مسكت مثلا البقسماطه من تحت كده ولقيتها لونها اصفر كده، فبدات ان انا اشغل الشوايه من فوق بس كنت موطياها. بصوا سامعين الصوت؟ تاني كسر واحده كده، سامعين الصوت؟ قربي كده اهي، سامعين الصوت؟ بصوا مفرغه من جوه ازاي، هاتيها كده اهي، مفرغه من جوه يعني كده ناجحه مش مكتومه اصلا. ما خدناش فيه وقت، نص كيلو عمل كميه حلوه معايا ولسه عندي في الفرن كمان. طعمه ما شاء الله بجد تحفه، بيعمل صوت قرمشه اهو. ده شكل البقسماطه من تحت يا جماعه اهو اهو، ودي من فوق اهي. خلاص طيب احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك.